السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة هنعمل مفرش كرانيش 3 جوانب لسرير 160 سنتي أو سرير 150. تمام. اول حاجة احنا عندنا الطقم بياخد 6 متر ستان، وطبعا ممكن يتنفذ باي قماش، يعني مش شرط ستان، بس هو طبعا الستان حاجة قيمة جدا، يعني ده ستان التقيل اللي هو ستان الحصن. ياخد 6 متر ستان ومتر ونص قماش ملايات عادي مشجر، و50 سنتي قماش للقطان، يعني اللي هو القطان هيتقص طبعا ايه 30 سنتي للمفرش و20 سنتي للخدديات. كل يعني خددية بتاخد زي 10 سنتي. هو طبعا ممكن تقصيه زي 8 سنتي مفيش مشكلة، بس احنا طبعا أنا لما يكون بزيادة وانتي بتخيطي يبقى افضل يعني. ده طبعا الستان طبعا هو بيبقى متطبق على ظهره كده، هو الستان بيبقى من جوه. تمام. وده طبعا القماش، وديت القطعة البيج دي اللي هستخدمها للقطان. تمام. اول حاجه طبعا هقص قرص السرير. التقسيمه اللي انا مقسماها قدامكم دي 30 سنتي و160 و30. ده يعني الشرح، يعني احنا عندنا السرير 160 سنتي، فهنزود 30 سنتي من الجنب ده و30 سنتي من الجنب ده، بس طبعا هنقصها على بعض 220 سنتي. ليه انا قسمتها؟ لان انت لو السرير مثلا معاكي هتقصيه لسرير 180 سنتي، هتزودي 30 سنتي من هنا و30 سنتي من هنا، وهتقصي القرص القطعة القماش هتقصيها على بعضها، مفيش تقسيمات. تمام كده. احنا ليه بنقصها زيادة؟ لان احنا الكورنيش هيبقى من تحت. تمام. فاحنا قصيناها كده 220 سنتي. تمام. ده كده قرص السرير. عندك هنا الجنبين، الجنبين اللي احنا هنخيط فيهم الكرانيش يعتبر، هنعملها زي دايره كده. بصي انا معلماها بالقلم بس طبعا مش باينه في الكاميرا قوي. تمام. انتي هتجيبي طبق مثلا مدور عندك عشان خاطر الدايره تكون مظبوطه، وتروحي رسمه الدايره وتروحي مخيطه تروحي قصاها بنفس الطريقه كده. ده الجنبين اللي هو واجهه السرير. دي يعني دي مهمه عشان يجي يديكي نفس الشكل اللي في المفرش. تمام. تاني حاجة احنا هنقص دلوقتي الكرانيش. الكرانيش انا هقصها على ارتفاع 35 سنتي. عايزة تقصيها على 30 مفيش مشكلة، بس انا هقصها على 35 عشان اعمل حساب ايه الخياطات والكلام ده. فهم احنا عندنا دلوقتي 3 جوانب، هقص 35 في 5 يعني 175 سنتي. تمام كده اهو. فانا قصيت اول حاجه 70 سنتي و70 سنتي عشان هقص ايه ال 35 و35، وبعد كده هقص 35 لوحدهم. تمام. فانا هنا دلوقتي قصيت يعني 70 سنتي هقصهم اخرجهم بس من القماش. بسم الله. ادي كده ال70 سنتي، وادي هقص برضو 70 سنتي تانيين، يعني انا بقيس قدها برضو. تمام. طبعا انتي ظبطي ايدك وظبطي يعني القماش. طبعا انا بقص يعني عشان بصور على الترابيزه، فطبعا بوريكي بقص ازاي، لكن طبعا انا بقص وانا واقفه. تمام. ادي كده ايه طلعت هنا حته كده 35، وادي كده دلوقتي 35 و35 برضو هطلعهم من بعض. تمام. خليكي معايا عشان تشوفي في تفاصيل مهمه ان شاء الله، يعني اقول لك عليها واحنا مع بعض في الفيديو. تمام. ادي كده يعتبر ايه 3. تمام. وهقص برضو الحته اللي هي في الجنب دي برضو 35 برضو 35. تمام كده. يبقى انا قصيت بقى ايه 35 في ايه في 5 قطع. طبعا هنوصلهم ببعض ان شاء الله. فيديو الخياطه هنزله باذن الله بعد الفيديو ده. تمام. ادي كده الكرانيش. تمام. ادي كده 2، وادي دول ال3. بس كده. طبعا انا بوضح لكم ان هم 5 قطع كده. بعد كده بقى هنقص المخدات. طبعا انا بحب اقص المخدات تكون طويلة شوية. تمام. احسن ما تكون يعني صغيرة، بحبش اقصها على قد 160 بالظبط، لا، فبقصها 170 او 165 براحتك برضو.
ماشي. فطبعا انا باجي من عند البورصل بعد ما قصيت ال 170 سنتي، بروح قايسه من عند البورصل زي ما انت شايف كده، من عند القطعه المفتوحه دي بقيس ال 90 سنتي اللي هم ايه المخدتين. تمام كده. بصي هم اتنين اهم من عند البورصل، بتقيسي 90 سنتي، وبروح مطبقه القماش عشان بالطول كده اروح اشيل القطعه الزياده. تمام كده. انا بقى 90 سنتي. بسم الله. يا رب بس يكون واضح قدامكم طريقة القص. دي قص المخدتين مع بعض. تمام. ادي كده 90 سنتي. القطعة بقى اللي انا بطبقها دي، طبعا هتظبطي اهي القطعة دي اللي طلعت تمام كده، دي هقصها. القطعة اللي بتطلع دي انا هعملها ظهر الخداديات. تمام كده. بسم الله. طبعا انا بقص بايدي اليمين بس الكاميرا مغيرة الزوايا بمعنى اصح. تمام. يبقى انا قست 90 سنتي من عند البورصل الحته المفتوحه، وبطلع القطعه القماش دي تقريبا بتبقى مقاسها 60 سنتي حسب آه، عرض القماش. ماشي. دي بقى هستخدمها لظهر الخداديات. ماشي. هتبقى 2 ظهر خداديه، وهتتبقى منها قطعه كده هحطها في للكوشن يعني. مش هشيل حاجه خالص يعني. تمام. بصوا ادي كده ايه المخدتين. بعد كده بقى الكرانيش بتاعة الخداديات 40 سنتي، هقصهم 10 و10 و10 و10، لان كل خدادية هتاخد 20 سنتي بنوصلهم ببعض. تمام كده. او بمعنى اصح ممكن ما تبقاش 10، يعني انا قلت 10 بس ممكن تبقى 8 سنتي. تمام كده. 8 سنتي و8 سنتي ادي كده ايه 16 و16 32 سنتي. يعني الكرانيش لما تبقى صغننة كده شوية برضو بتبقى حلوة. تمام. بس طبعا لما بقول 10 يعني لما تكوني انت لسه مبتدئة ممكن يعني غصب عنك القماش يبقى مش مظبوط معاكي، فلما يبقى معاكي مرحرح كده تعرفي تقصي ان شاء الله. ده كده القطعة اللي انا هعمل بيها الخداديات. بحاول ان انا اطلع وش الخداديات زي بعض، فجيت من عند البورصل كده وطلعت الرسمتين دول زي بعض بالظبط، عشان الرسمة بتاعت الخداديات تبقى زي بعضها. طبعا بخرج الاول الوش. طبعا احنا عندنا 55 سنتي في 75، ده مقاس ايه وش الخدادية، والظهر برضو كذلك اللي احنا خدناه ايه من باقي قماش المخدات. تمام. ادي كده اخدنا وش الخداديات. القطعة بقى اللي باقية دي هقصها بقى شرايط بقى، شرايط بقى على 15 سنتي لايه للسرير، قرص للكرانيش بتاعت السرير. تمام كده. مش احنا عندنا كورنيشين فوق بعض، كورنيش اللي هو الستان، والكورنيش اللي فوقيه الصغير ده اللي هو ايه المشجر ده، هقصه على ارتفاع 15 سنتي. تمام. ادي بقى القطعة دي الستان اللي هي ايه انا هعملها للقطان. طبعا انا هنا قصيت 30 سنتي ده عشان خاطر السرير، وطبعا قصيت 20 سنتي لوحدهم عشان خاطر الخداديات. تمام. بس طبعا ال20 بقى وانا بقصهم قصتهم بقى وانا بشتغل الخداديات يعني. تمام. يا رب اكون يعني وصلت لكم المعلومة بأبسط ما يمكن، ودمتم طيبين وبخير، وانتظروني ان شاء الله في فيديو الخياطة. هتستفادوا كتير بطريقة الخياطة في طريقة الخياطة ان شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.